صباح الخير. بص، هو انت لو جيت اوس بيلدونج تمام وما عجبكش الوضع، تقدر ان انت تمشي عادي، مفيش مشكله. يعني هو انت معلكش مشكله، محدش هيتضر غيرك ومحدش هيتاذي غيرك. يعني هو صاحب العمل مش واقف عليك. يعني صاحب المدرسه اللي بيعمل اوس بيلدونج مثلا، او صاحب العمل هو مش واقف عليك. يعني اللي هو انت ايه المشكله؟ انت جيت ما عجبكش الوضع، تاخد بعضك وتمشي عادي، مفيش مشكله. يعني محدش هيعمل لك حاجه ومحدش هيقول لك حاجه. يعني انت ده مستقبلك انت ودي حياتك انت. محدش بيقدر يجبرك على حاجه. مش معنى كده ان انت مثلا كملت دخلت الاوس بيلدونج لازم تكمله. لا، انت ممكن تسيبه اصلا في اي وقت. في خلال اول 6 شهور تقدر ان انت تسيب الاوس بيلدونج عادي وتغيره. مش عاجبك الوضع خالص، مش عاجبك المانيا خالص وعايز تمشي، هترجع عادي، مفيش بلدك مفيش مشكله. هترجع بلدك عادي، مفيش مشكله. انت لو بتسال على الحته القانونيه عادي هتاخد بعضك وتمشي. محدش هيقول لك انت بتعمل ايه. يعني محدش هيمسك فيك، لان انت اللي محتاجه مش هو اللي محتاجك. فاهمني؟ يعني انت اللي محتاج الفرصه دي، هو مديك فرصه واوريدي اداها لك خلاص. انت بقى مش عايز تستغلها او مش عايز تحافظ عليها، خلاص دي حاجتك انت بقى مرتحتش. اسباب شخصيه، ما عجبكش الوضع، ما عجبكش البلد، ما عجبكش العادات والتقاليد، ما عجبكش القانون، ايا يكن اسبابك ايه، فانت خلاص مش عايز تكمل. تاخد بعضك وترجع عادي، مفيش مشكله خالص. الموضوع مش ازمه يعني. بس كون الحته القانونيه بقى ان هو انت ممكن مثلا يتعمل لك بلوكد ولا حاجه من الفيزا تاني، ان انت ما تعرفش تخش المانيا تاني. يقدر صاحب العمل يعمل كده، ان هو يتواصل مع السفاره ان انت ما كملتش العقد او ايا يكن. ده بيبقى عقد مكتوب يعني. ممكن يتفرض عليك غرامه لما تيجي المانيا تاني، او دخلت المانيا تاني ممكن تقدر تدفعها بقى، او لازم تدفعها يعني لو الموضوع مش قانوني ومحكمه وكده وبلوكد والكلام ده كله. بس بالتوفيق ان شاء الله.